اربط طاقتك النهاردة معايا عشان تستقبل فنجالك وينطبق عليك اللي هتشوفه النهاردة معايا في الفنجال. الفنجال اللي معايا النهاردة واللي فتحنا بيه الطاقة وفتحنا بيه كل الأسرار هنكتشف فيه النهاردة اللي موجود. في من اللي موجود النهاردة وبيسمعني وشايف الفيديو النهاردة وعمل متابعة، أنا شايفة وبقولك ان انت محتار في امرين او شخصين. في شخص ظلمك وسابك وخد اللي ينطبق عليك، وفي شخص ظهر جديد في حياتك. انت مش عارف لسه تحدد انت عايز تكون مع مين او فين. خايف تكون مع الشخص التاني، الشخص الاولاني يرجع. لكن الطاقة النهاردة او فنجالك بيقولك ان الشخص الاولاني هيرجع، بس مش هيكون طاقة حب. هيرجع علشان يستغل حبك ليه، هيرجع علشان يحسسك ان انت ضعيف من غيره او ان انت ما تقدرش تعيش من غيره. طاقة الفنجان والشخص وهو واقف بيبقى فيها تحدي. الشخص ده اناني قوي على فكرة، وعايز ان انت تفضل معاه في الطاقة، مش عايزك ان انت تروح للشخص التاني. واللي انا شايفاه بقى في الفنجال بتاعك ان الشخص التاني بيديك طاقة حب كويسة قوي. على فكرة البعض منكم ده كان انفصال من شخص انت عايزة ترجعي ليه عشان الاولاد او عشان العيلة او علشان المجتمع. لكن انا بقولك ان الشخص التاني دوت هيديكي حب وحنان وهيقف معاكي رغم الظروف اللي عندك. والبعض منكم ممكن تكون قصة حب، لكن برضو الشخص دوت كان فيها غزلك في حاجة، جرحك. ممكن يكون وعدك كمان قدام اهلك ان هو يجي او ان هو يكون في خطوبة، لكن للأسف الشخص ده ما عملش اللي انتي عايزاه. الرموز اللي ظاهرة عندي في الفنجال او الحروف اللي ظاهرة عندي بترمز ان الشخص دوت كان البعض منكم فيه بيفكر في سفر، او الشخص دوت انت عرفتيه عن طريق سوشيال، لان في بينكم بحار او في بينكم بحر او في بينكم سفر، او الشخص دوت كان متواجد معاكي وحاليا هو مسافر. في بينك وبينه مسافة، والمسافة كمان كبيرة مش صغيرة، يعني من بلد لبلد، او حتى لو هو متواجد هنا فهو بيحضر ان هو يمشي لبلد تاني. الطرف التاني اللي جايلك الشخص ده مستقر وقريب منك جدا، موافق على شروطك او موافق على حياتك، رغم ان في البعض منكم شايف ان هو عنده اطفال او ان هو مش هيقدر يستقر مع شخص تاني. لكن انا بقولك الطاقة جاية مفتوحة ليكي كويس جدا. الشخص اللي جالك التاني دوت كان عنده علاقة قديمة، احتمال يكون كان متجوز او كان عنده قصة حب كبيرة وانتهت بانفصال وقفل باب الشخصية اللي عنده. مش هيفتحها تاني لان انتي خايفة او قلقانة ان الشخص ده يرجع يفتح تاني الباب مع الشخصية دي، او يرجع لها لو كان في بينهم جواز او في بينهم اطفال. انت خايفة منها، لكن انا بقولك ان الشخص ده هيبقى متمسك بيكي جدا 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 رغم كل الظروف اللي هتكون عندك. لكن الشخص ده هيبقى متواجد معاكي على طول، هيقدر ان هو ينسيكي الشخصية الاولى ديت، وهيقدر ان انت يفتح لك باب تاني. شايفة كمان ان في البعض منكم هنا وحروفه الحرف العين والف، ألف ودال وشين وره وه. في الأغلب الأسماء ديت حروفك انتي. الحروف ديت ممكن تكون من اسمك انتي، اسم الوالد. الأرقام دي أو الحروف دي منك انتي اللي بتشوفي دلوقتي
فيديو معايا. فانا عايزة اقولك انت محتارة برضو من شخص عرفتيه لكن لسه لحد دلوقتي ما اعترفش بمشاعره، او بيروح وبيجي كتير، يعني شوية بيكون معاكي كويس وشوية بيختفي، شوية بيقولك ان انا بحبك وشوية انت مش عارفة تثبتي عليه بحاجة، لدرجة اللي انت قررتي الانسحاب من الطاقة دي رغم ان انت متعلقة بيه وبتحبيه جدا. في البعض منكم كمان بعت رسالة او هدد بالانسحاب فعلا، والبعض منكم انا شايفة كمان ان انتوا سبتوا بعض وسبتي بعض بسبب ان انت حسيتي بوجود طرف تالت. ايوه انا بقولك ورموزك باينة عندي هنا. الرمز اللي باين عندي هنا ان هو كان حب مش لفترة طويلة، ممكن يكون ده كان حب بقاله شهور، وكان حب من السوشيال ميديا اكتر، وكان حب مكالماته فيها اكتر من ان انتوا بتتقابلوا. يعني حتى لو كنتوا بتتقابلوا او عارفين بعض عن طريق شغل او حاجة، فالعلاقة دي كانت مقابلتها اكتر. دي الرموز اللي هتأكدلك ان الكلام ده ليكي. العلاقة دي فعلا كان فيها طرف تالت لان الشخص كان مش مستقر عاطفيا معاكي، كان بيحاول ان هو يستقر كتير لكن للأسف طول الوقت كان بيدور على شخص تاني، وطول الوقت كان بيدور ان هو يخش في علاقة تانية مع شخص تاني، وللأسف كان عندك خيانة منه لشخص حتى هو ما قدرش يكمل معاه او سابه او ندم على اللي هو عمله. في منكم اكتشف الخيانة وفي منكم لسه هيكتشف الخيانة. شايفة كمان ان البعض منكم هنا بيدور او ما بقاش مرتاح مع الشريك وبقى يدور مع شخص تاني. الشريك هنا مش مديله راحة، او بمعنى اصح بيطول معاه في العلاقة الجواز، بيقول ان انا هاجي اتقدم لكن الاف والان بينكم بقى كتير، فللأسف انت بقيتي متوترة وخايفة ان هو يحرجك قدام اهلك او ما يبقاش قد كلمته معاكي. لكن انا شايفة على فكرة في العلاقة دي اللي حروفها ميم غين الف ف جين، يعني جيم متعطشة، دال ميم ظاهرة قوي، انتي شين، في كمان الضاد، في كمان الالف هنا معانا. انتي الشخص ده بيحبك، الشخص دوت متوتر، ممكن يكون من طاقة فلوس، طاقة اهل مش عايزين يساعدوه، ممكن يكون الطاقة ديت مش عارف يعني ياخد فيها خطوة لان متردد، انا مش قد المسؤولية. لكن كحب الشخص ده بيحب، محتاج منك فرصة تانية. الأبراج اللي ظهرت هنا كمان معايا ممكن تكون دي برج الشريك مش برجك انتي، برج الثور، الدلو، الأسد، العذراء، برج الحمل، وبرج الميزان، وبرج السرطان. دي الأبراج اللي ظاهرة كويس جدا. احنا قلنا الأسد لأن الأسد ظاهر كمان قوي في الفنجال. دي من الابراج اللي هي بتاعت الشريك واللي ينطبق عليه ان الشريك دوت بيحب او مشتاق جدا. في كمان هنا برج الدلو او برج الحوت عندهم تردد قوي 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 في حتة الانسحاب من العلاقة، يعني ممكن يكونوا مش قادرين ان هم يفضلوا في العلاقة وبيفكروا في الانسحاب منك. برج الجوزاء كمان عندي هنا برج الجوزاء، عندكم جوزاء مع جوزاء، الطاقة بتقول جوزاء مع جوزاء، عندكم مشاكل وصراعات كتيرة قوي 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 بتحصل بينكم. لكن انا شايفة ان برج الجوزاء مع الجوزاء انت عندك خطوبة او عندك جواز الفترة الجاية مع بعض، وهيحصل بينكم صلح، او جوزاء مع الاسد، جوزاء مع العذراء. يعني برج الجوزاء ظاهر عندي هنا كتير قوي ان في اكتر برج ظاهر له دخول في علاقات جدية ودخول في علاقات فيها زواج
ودخول في علاقات استقرارية. برج الثور انت بتعاني كتير جدا في العلاقة ديت، لان انا شايفة ان برج الثور بيبكي، الشريك هنا بيبكي. لو في شريك من برج الثور فهو بيبكي على الوضع. نستقبل الطاقة و